غبنا يوم كامل، بس عايزين نحكي لكم تفاصيل اليوم ده اللي غبنا فيه. كان يوم جامد الصراحة، كان بيلعب فيه الزمالك وكان بيلعب فيه صلاح، ويعني زي الفل. الزمالك كسب وصلاح كسب وجاب جول. الزمالك بالذات كسب بأداء عالمي عالمي، والفرصة بتاعت آدم قايد دي رهيبة رهيبة. فرصة برضو نحتفل بالزمالك أي ماتش ليه ونتفرج عليه قبل ما يقفل. هو لازم يدفع 15 مليون دولار. احنا نبدأها بقى بنكتة من بتاعة الصفحة اياها. كل نكتة، كل يوم نكتة بضان هتخليك تقول قص امك يا ابني. مرة واحد اسمه ابو العبد قدم في مسابقة لينيك اكبر عدد من الناس، وكان مشترك فيها واحد صيني، واحد الماني، واحد امريكاني، وكان معلق المباراة. دخل الصيني اول واحد، المعلق قال دخل الصيني ناك الاول ناك الثالث الخامس، واوبا ما قدرش يكمل وخرج. دخل الالماني الثاني، والمعلق قال دخل الالماني ناك الاول ناك الرابع ناك ال17، واوبا ما قدرش يكمل. دخل الامريكاني معلق ناك الاول والسابع وال11 والخمسة 20، اوبا يا نهار ابيض ده شطب وخرج. دخل ابو العبد ومعلق، دخل ابو العبد يديك ابو العبد الاول والسابع والخمسين 75 والمية 35 ولا لا 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 وناكل حاجه كمان. اوبا 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 العبد طالع للجمهور يا نهار مش ممكن تشوف كده ايه تيجي فبعدها يقول لك ايه بقى. كان في واحده ست، قال لك بقى حاجه ملهاش علاقه بالنكته. في واحده ست حلوه تايهه في الصحراء، والدنيا برق ورعد والجو بنوسخه. فضلت تدور ما لقيتش غير بيت واحد بس، جريت خبطت على البيت، فتح لها الشيخ سنه كبير. قال لها نعم يا بنتي. قالت له انا تايهه يا عم الشيخ، ممكن اقعد عندك لغايه ما تتسهل؟ الشيخ قال لها والله يا بنتي انا راجل ارمل قاعد لوحدي. قالت له هنام في الصاله. هنام في الصاله يا عم الشيخ. قال لها ادخلي يا بنتي. الست دخلت نامت، والشيخ دخل اوضته، والست دخلت على الشيخ اوضته. قالت له انا خايفه انام لوحدي بره، ممكن انام هنا؟ قال لها مش ينفع يا بنتي، انا راجل ارمل وقاعد لوحدي. قالت له انا هنام على الارض وانت على السرير. قال لها ماشي. مفيش 5 دقايق والست قالت له الجو ساقع تحت مش عارفه انام، ممكن انام جنبك؟ قال لها يا بنتي عيب، انا راجل ارمل وبخاف. قالت له انام على اليمين وانت على الشمال. قال لها ماشي. المهم فضلت الست تحك فيه لغايه ما الشيخ هاج وقام نكل. بعد ما جابهم الست قلعت وشها وطلعت قرون شيطان وقالت انا الشيطان وخليت الشيخ يزني. جه الشيخ استنى بقى دي الحته الجميله. جه الشيخ قلع وشه وطلع ابو العبد، راح المعلق طلع بتاع السرير وقال له 142. نكتة جامدة الصراحة. طب خد دي بقى. مرة واحد اشتغل في سيرك وقرر يعمل حاجة مختلفة وجديدة. راح جاب نملة وقعد يدربها 10 سنين عشان تقف على رجل واحدة. قام رايح لولد صغير في الشارع وقال له بص النملة بتقف على رجل واحدة. الواد مسك النملة فعصها بإيده وقال له دي نملة يا عمو. فعاد التجربة ده قال هوري التجربة دي لناس كبيرة مش عيال صغيره. جاب النمله تاني وضربها 10 سنين. راح لواحد كبير قال له بص النمله بتقف على رجل واحده ازاي؟ قام ماسك النمله وفعصها وقال له انا مش قلت لك من 10 سنين من دي نمله؟ طب خد دي بقى. واحد بيقول لك واحد صاحب مزرعه البان بيعاني من الوحده، ففكر في استخدام مكنه حلب البقر عشان يمتع نفسه مش عارف ازاي، وبعدين ركب المكنه على بتاعه وقامت المكنة بالامتصاص لحد ما جابهم، والمكنة فصلت. بعد 5 دقايق بدأت المكنة تشتغل تاني، 5 دقايق تاني والمكنة اشتغلت مرة تالتة. فلحد ما تعب مش قادر، فحاول يوقف المكنة مش عارف. فمش عارف. جاب الكتاب بتاع المكنة وقرا التعليمات: يفصل اوتوماتيكيا بعد 5 لتر، وقعد شخر بعديها. بس هو ده اللي حصل. فيش جديد بقى. اتفرجت على المسلسل اللي هو بتاع عصام عمر اللي هو بتاع بطل العالم ولقوا الفلوس، وانا وقفت عند الحته اللي لقوا الفلوس وراح الواد عصام عمر خد ضربه على دماغه. ما كملتش بقى بعديها، هشوف بقى اللي بعديه غالبا خلصوه بس انا لسه ما خلصتهوش. ده لحد هذه اللحظه اللي بكلمكم فيها في الحلقه دي بس. وامه او امام عاشور مش بيرد على التليفون. واول ما سمعت في اخر القصه دي كلها يعني رد رساله ان هو عنده بردان وعنده دور برد وكده يعني. تمام.
وايه تاني 2016 جايين يفكروا بديك ابونا بالسنه دي. والصراحه دي السنه دي جميله قوي، جميله جدا، اللي هي خسرنا فيها دوري الابطال، ويقول لك ماجي اهدر النيجيري. ماشي. طب انا بقى بعد الذكرى دي انا خلاص هقفل الحلقه. هقفل الحلقه. خلاص يا حبيبي، اقفل الحلقه. اقفلها خلاص. مفيش حلقه تاني، مفيش حلقه تاني وتاني، او غلاسه بقى كده، او غلاسه. يلا سلام، غوروا في داهيه. بس قبل لما تغوروا في داهيه، انا مسجل الحلقه دي في الوقت يوم الجمعه، وانتوا عارفين يوم الجمعه ده ايه؟ يا جرمانجي. يلا سلام، غوروا في داهيه.